وبيبدأ مسلسلنا بطفلة اسمها ليان وهي واقفة تلعب مع تشاو ويانج وتشانج أصحابها اللي بيعرفوها إن في طالب جديد هينقل لمدرستهم النهاردة. وبعد ما بيخلصوا لعب بتقرر ليان تتسلل لبيت في القرية محدش ساكن فيه عشان تاخد كتاب تقراه وبعدها تبقى ترجعه تاني. ولسوء حظها إنها أول ما بتدخل بتلاقي في وشها طفل اسمه جيانج، فبتخاف وجري بتهرب من الشباك، وبيكون جيانج ده هو نفس الطالب اللي هينقل لمدرستها. المهم انها اول ما بترجع البيت بتتفاجئ بجيانج جاي يتغدى مع والده عندهم، وبتعرف ان والده يبقى مدير والدها في الشغل. وهنا بنلاحظ ان جيانج انطوائي جدا ونادرا لما بيتكلم على عكس الاطفال اللي في سنه. ومن كلام والد ووالدة ليان بنعرف انه بيعيش طفولها مش احسن حاجة مع اهله اللي بيكونوا متأثرين بوفاة اخوه الاكبر منه. ولما ليان بتعرف ده بتقرر انها تفضل وراه لحد ما يتصاحبوا عشان ما يفضلش العمر كله من غير صحاب. واول حاجة بتعملها هو انها بتلزق له تاني يوم بعد المدرسة وبتاخده جولة في القرية، ومع ان كل مرة بتحاول تقرب منه بيصدها الا انها ما بتستسلمش، وخصوصا لما بتسمع من اهلها ان اهله مش مهتمين بيه قوي وانهم اصلا خلفوه من البداية عشان ينسوا ابنهم اللي توفى، لكن حاليا متحكمين فيه ومخلينه يحقق الاحلام اللي اخوه كان بيحلم يحققها مش اللي هو بيحلم بيها. ومع الوقت علاقتها بيه بتتحسن وبيبدأوا يقضوا اغلب وقتهم مع بعض. وبعدها بنشوف والده وهو بيديله ساعة هدية بمناسبة عيد ميلاده، لكنه ما بيكونش متحمس بيها خالص بسبب ان لونها اسود، وده لان كل الهدايا اللي اهله بيجيبوها له نفس اللون حتى لبسه وادوات المدرسة، وده لان اللون ده كان اللون المفضل عند اخوه، ولان ليان واصحابها ما يعرفوش ده وفاكرين انه على طول بيلبس اسود عشان ده لونه المفضل بيشتروا له ورد وهدايا بنفس اللون عشان يحتفلوا معاه بعيد ميلاده. لكن على الرغم من كده بيتبسط جدا وبيقضي معاهم وقت لطيف، وفي النهاية بيتكلم مع ليان عن تحكمات أهله فيه. تاني يوم والدته بتيجي تزوره، ولما ليان بتروح توصل لهم أكل والدته مجهزه لهم بتتعامل معاها بأسلوبها ليل الذوق، وبتخلي جيانج يقفل الباب في وشها بعد ما بتقولها إنهم مش محتاجين الأكل ده لأنه مش نظيف. ولما ليان بترجع البيت بتسمع والدها بيتكلم مع والدتها عن إن جيانج هينقل مع أهله من القرية وده بسبب ظروف شغل والده، فبتنهار لأنها اتعلقت بيه. وتاني يوم لما بتشوفه خلاص ماشي بتنادي عليه بصوت عالي هي واصحابها عشان يودعوه، فبيوعدهم بانه هيرجع بعد الاجازه ما تخلص. وبتعدي السنين وبتكبر ليان وبتدخل المدرسه الثانوي وده ما بيحصلش، لكنها ما بتكونش نسيته لا هو ولا تشاو ويانج وتشانج اصحابها اللي هم كمان سافروا المدينه ودخلوا نفس مدرسته. وبسبب ان عقلها طول الوقت معاهم ما بتركزش في دراستها فبتستدعي المديره والدتها وبتتكلم معاها عن اهمالها ده وإنها بمستواها ده مش هتقدر تدخل المدرسة الثانوية. لكن مع ذلك والدتها مش بتلومها على أي حاجة وبتكون متفهمة إن اللي هي فيه ده سبب بعد أصحابها عنها، فبدل ما تلومها بتواسيها. وبنعرف إنها طول السنين دي ولحد دلوقتي بتبعت رسائل لجيانج على الرغم من إنه مردش عليها ولا مرة. وفي لحظة تهور بتقرر تسافر له بعد ما سيول صديقتها اللي معاه في نفس المدرسة بتتصل تقول لها ما تبعتلوش رسائل تاني لأن زمايلهم شافوا آخر رسالة بعتتها وقاعدين يحفلوا عليه. وأول ما ليان بتوصل المدرسة وبتبدأ تسأل عنه بيعرف الطلاب إن هي البنت بتاعت الرسايل فبيقفوا يرخموا عليها. وبيشوف جيانج اللي بيحصل لكنه بيقول إنه ما يعرفهاش وبيتجاهلها وبيمشي، فبسبب ده بتنهار لدرجة إنها بتكون هتنهي حياتها لولا إن في سيدة كبيرة في السن بتلحقها على آخر لحظة وبتاخدها لبيتها. وفي الوقت ده هو بيروح يدور عليها وبنعرف انه قلب انه ما يعرفهاش عشان الطلاب ما يرخموش عليها مش اكتر. المهم انها بالليل بتروح تقابل يانج صديقها وبعد ما بيفكروا بعض بذكريات طفولتهم وبيهزروا بتحكي له اللي حصل فبيقول لها ما تزعلش نفسها. وبيعرفها ان جيانج اتغير جدا عن زمان وانه بيتعامل معاه هو وباقي اصحابهم برضه بانه ما يعرفهمش، وبياخدها معاه لبيته وهناك بينضم ليهم باقي اصحابهم ووالدها ووالدتها اللي سافروا لها بسبب خوفهم عليها بعد ما عرفوا اللي عملته. ولما بتروح مع اصحابها للشط بتتفاجئ بجيانج جاي يعتذر لها لكنها بترفض تسمعه وبتتجاهله هي كمان وبتمشي، وده لانها بتكون غيرانه عليه عشان فاكره انه معجب بسيا زميلته في الفصل وقال الصبح انه ما يعرفهاش خوفا على مشاعرها. المهم انها لما بترجع البيت ما بتعرفش تنام من كتر التفكير فيه فبتخرج من غير ما حد يحس بيها، وبيكون بيته في نفس الحي اللي يانج ساكن فيه، فبتروح ترمي على البلكونه عنده طوب وهي دوبها تلف وتمشي بتلاقيه في وشها، فبتقوله انها كانت جايه تتكلم معاه عن اللي حصل الصبح في المدرسه، وبتكون فاكره ان هو اللي فرج زمايله على رسايلها، فبتقوله ان ده قله ذوق منه وان ولا رساله بعتتها له قالت له فيها انها معجبه بيه، فما يفهمش غلط لان الرسائل كلها كانت بيتكلموا فيها على الارنبه اللي كانوا بيهتموا بيها في طفولتهم.
ودلوقتي الأرنبة دي ماتت فما يقلقش مش هتضايقه تاني. وبتنهي كلامها معاه بإنها ناوية تدخل نفس مدرسته عشان يانج وتشانج وتشاو صحابها مش عشان جمال عيونه، فلو شافها بعد كده هيتعامل على إنهم ما يعرفوش بعض، لأن هي كمان هتعمل كده. وبتسيبه وبتمشي وهي منهارة لأن كل الكلام اللي قالته ده كان عكس اللي جواها. بعدها بترجع للقرية من تاني، والمرة دي بتبدأ تركز في دراستها وبتتحسن درجاتها بشكل ملحوظ، وفي النهاية بتجيب مجموع عالي بيدخلها نفس المدرسة اللي بيدرس فيها. وبتنقل مع عيلتها للمدينة وبيسكنوا في نفس الحي اللي هو وباقي أصحابها ساكنين فيها. وأول حاجة بتعملها هو إنها بتخرج تقضي يوم كامل مع أصحابها، وبيعوضوا كل السنين اللي قضوها بعاد عن بعض. وفي أول يوم ليها في المدرسة بتكون هي ويانج وتشانج في فصل واحد، لكن للأسف تشاو بيكون في فصل تاني. وأول ما جيانج بيعرف إنها جابت درجات عالية وقدرت فعلا تدخل مدرسته بيتبسط جدا، وبيكون واضح إنه معجب بيها، لكن في حاجة جبراه إنه يبعد عنها. وبيكون والده على معرفة بأهلها وأهل أصحابهم كلهم، فبيعزمهم على العشاء. وبتكون ليان مترددة في البداية تروح ولا لأ، لكن في النهاية بتروح. ولما جيانج بيحاول يفتح معاها كلام بتصده وبتفضل ترخم عليه، وتفكروا باتفاقهم بإنهم يتعاملوا ولا كأنهم يعرفوا بعض. ولما بيحاول معاه من تاني في المدرسة وبيروح يعرفها بنفسه من أول وجديد، بتقول له ماليش مزاج اتصاحب على حد، وبتقرر تعلمه الأدب عشان يبقى يعرف يتجاهلها قوي. ومن هنا الكلام بيبدأ يكتر عليها، وازاي يجيلها الجرأة بانها تتعامل مع دحيحي المدرسة بالشكل ده. وبيروح ويلر الطالب اللي كان رخم عليها لما جت تقابل جيانج أول مرة، وقال للطلاب ان هي اللي كانت بتبعت له الرسائل يعتذر لها. وده لانه افتكر ان لما جيانج قال ان ما يعرفهاش ان بنت تانية هي اللي كانت بتبعت له الرسائل. المهم ان بنتنا لما بتقول له ان سواء كانت هي البنت دي ولا لا ما كانش ينفع يتعامل معاها بالاسلوب ده، وبيقول لها ما تزعلش منه، وانه ما قدرش يتماسك نفسه لان الرساله كانت مقرفه قوي. وبيسمع يانج كلامه ده فبيتعصب وبيزقه بعيد عنها، وبيكون ويلر ده هيضربه. بتديله ليان ركله في رجله وبتقول له ما يفكرش يلمس حد من هنا اصحابها تاني. وهنا الموضوع بيكبر وبيكون هيوصل لإدارة المدرسة، لولا إن جيانج بيتدخل وبيقدر يقنع ويلر يسامحها لأنهم صحاب. في نهاية اليوم بتخرج هي ويانج سوا، وبيشوفهم ويلر وسيا صاحبة جيانج، فبيصوروهم سوا عشان فاكرينهم مرتبطين. وبتعرف ليان إن سيول معجبة بيانج، فبيقترح عليها تعترف له بده، لكنها بترفض لأنها بتكون شاكة إنه معجب بليان، فبتخاف إن اعترافها يخسرهم صداقتهم ببعض. تاني يوم في المدرسة ويلر بيدي صور يانج وليان لجيانج، وبيقولوا إنهم 99% مرتبطين، لكنه ما بيقتنعش بالكلام، وبيكون واثق بإن خروجاتهم الكتير وهزارهم سوا بدافع صحوبيتهم مش أكتر، لأن من زمان ودي الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع بعض. لكن ده ما يمنعوش برضه من إنه يغير عليها، فبيتكلم مع يانج عن إنه يحط حدود بينهم عشان سمعتها ما تتأثرش. ولأن يانج أصلا ما بيكونش طايقه بسبب تجاهله ليها، ولأنه فاكر إنه تعمد يفرج زمايله على رسايلها، بيقول له ما يتدخلش في حاجة ما تخصوش. بعدها على طول هي بتتعب وبتفقد وعيها. ولما بتتنقل لعيادة المدرسة وجيانج بيعرف ده، جيري يروح لها علشان يطمن عليها، وعلى الرغم من إنها بتتبسط من قلق عليها إلا إنها بتمثل إن مش فارق لها، وبتقول له يمشي عشان مش طايقة تشوفه. في نهاية اليوم وهي مروحة بتروح سيا صاحبته تتكلم معاها عن إنها عارفة بصداقتهم بتاعت زمان وحابة تكون صديقتها هي كمان. ولما ليان بتسألها هي علاقته بيه ايه، بتقول لها حاليا صحاب، لكن لما يدخلوا الجامعة الوضع هيتغير. وطبعا الكلام ده بيضايق ليان لأنها معجبة بيه، فبتقول لها إنها مش عايزة تصاحب حد، وبتمشي وهي قلبها مكسور. بالليل وهي بتحاول تتدرب على سواقة العجل في الشارع، بتتفاجئ بجيانج بيزقها، وفي الوقت ده بتقع وبتتجرح في ايديها. لكن أول ما بيقرب منها وبيحاول يطمن هي كويسة ولا لأ، بتبعده عنها بعصبية. ولما بيقول لها انه عايز يبدأ معاها صفحة جديدة ويتصاحبوا كأنهم لسه متعرفين، بتقوله انها مش عايزة تعرفه تاني، وبترجع البيت وهي منهارة. تاني يوم في المدرسة وهي بتنظف بتاخد بالها من قطة في المكان حد حاطط لها أكل، فبتروح تلعب معاه وهي مبسوطة. وفي الوقت ده بتتفاجئ بدخل يسألها لو ينفع تهتم بها اليومين الجايين، لأنه مشارك في الأولمبياد ومش هيكون فاضي بسبب التمرينات. فبتفكروا بكلامها امبارح عن إنها مش عايزة تعرفه تاني، وبيفضلوا يرخموا على بعض لحد ما المدرس بيشوفهم وبيهزقهم هما الاتنين. وفي النهاية هي قلبها بيحن وبتهتم بالقطة في الأيام اللي بيكون غايب فيها. وفي يوم وهي مروحة المطرة بتمطر، فبتقلق على القطة دي وبتقرر تروح تجيبها من المدرسة وتاخدها معاها للبيت. وأول ما بتوصل المدرسة ما بتلاقيش القطة في مكانها المعتاد، فبتفضل تدور عليها لحد ما بتلاقيها واقفة في مكان تاني ضيق خالص، فبتنط من فوق السور وبتطلع لها. ووقتها هي ما بتعرفش تطلع تاني، لكن لحسن الحظ ان جيانج بيوصل في الوقت ده، وبيكون هو كمان جاي عشان ياخد القطة،
فأول ما بيشوفها بيقعد يقلش عليها، ولما بتطلب منه يساعدها تطلع بيقولها اتحايل عليها الأول، وبيفضل يشاكس فيها لحد ما في النهاية قلبه بيحن وبيخرجها. تاني يوم وهي في أتوبيس المدرسة بيستعير من سيول العجلة بتاعته وبيمشي ورا الأتوبيس يعتذر لها بصوت عالي، ولحد هنا ما بتقدرش تقسي قلبها أكتر من كده. ولما بتنزل له أول حاجة بتعملها هو إنها بتسأله ليه ما كانش بيرد على رسائلها السنين دي كلها، فبيوضح لها إن ده بسبب والدته، وبيطلع إنها كانت بتقطع رسايله. ولما حاول يتصل عليها قطعت له سلك التليفون، ووصلت له إنه هرب من البيت عشان يروح لليان. لكن أول ما وصل القرية كانت والدته وصلت لهناك هي كمان وأخدته للبيت غصب عنه. بعدها هددته بإنه لو حاول تاني يتواصل بيها هتدمر عيلتها. وهنا أخيرا سوء الفهم بيتصلح وبترجع صداقتهم من تاني. ولما بتحكي لصحابها عن اللي حصل وبيلاحظ يانج ضحكتها وهي بتتكلم عن جيانج بيتضايق لأنه معجب بيها وبيحاول على قد ما يقدر ما يبينش ده. لكن سيول اللي بتكون معجبة بيه بتلاحظ وعلى قد ما بتحبه على قد ما بتزعل عليه، لأنها مدركة قوي يعني إحساس إنك تحب حد ومش حاسس بيك أصلا. المهم يعني إن كلهم بيقرروا ما يبينوش إن علاقتهم بجيانج رجعت من تاني، ويفضلوا يتعاملوا على إنهم ما بيطيقوش بعض عشان والدته ما تعرفش وتجبره يبعد عنهم من تاني. وبتكون ليان المفروض هتقابله بالليل، لكن أول ما والدته بتشوفه وهو متشيك وخارج بتعرف إنه رايح يقابلها، فبتشد معاه في الكلام وبتقرر تبعته لمعسكر تأهيل للأولمبياد. وبيفضلوا يخانقوا لحد ما في النهاية بتتصل بأهل بنتنا عشان يجولها، ولما بيروحوا لها بتهينهم بكلامها وبتقول لهم يبعدوها عنه، وما بتسكتش غير لما جيانج بيوافق يروح المعسكر زي ما هي عايزة. ولما ليان بتعرف اللي حصل بتعتذر من أهلها على الموقف اللي حطيتهم فيه، وبترجع البيت وهي قلبها مكسور من إن القدر مصر يبعدهم كل ما يقربوا. تاني يوم في المدرسة لما بتتكلم مع أصحابها عن اللي حصل بيقولوا لها إن أكيد حد من الفصل شاف رسالتها اللي بعتتها لجيانج بإنهم يتقابلوا، والشخص ده هو اللي قال لوالدته. فهنا شكوكها بتروح ناحية ويلر صاحبه، وبيستدرجوا المكان فاضي وبيقعدوا يرخموا عليه عشان يعرفوا لو هو اللي عمل كده ولا لأ، لكن ما بيقدروش يطلعوا منه بكلمة مفيدة. بعدها على طول صورها مع يانج اللي ويلر ده كان صورها مع سيا بتوصل لمديرة المدرسة، فبتفتكر انهم مرتبطين وبتعمل استدعاء لأهلهم، لكنهم بيضحكوا على كلامها وبيقولوا لها ان ارتباطهم حاجة من سبع المستحيلات، وان كل الحكاية هو انهم اصدقاء طفولة فواخدين على بعض زيادة عن اللزوم. وبيعرف الطلاب ان ليان هي نفسها البنت اللي كانت بتبعت لجيانج الرسايل، فبيبدأوا يلقحوا عليها بالكلام لكنها بتتجاهلهم، على عكس يانج ما بيستحملش يسمع عليها كلمة، فكل ما حد يضايقها يهزقه. وبالليل هي بتتسلى للمعسكر الموجود في جيانج، ولما المدير بيقفشها بتمثل انها بتدور على ارنب تاه منها، ولما جيانج بيشوفها بيضحك على تصرفاتها وبيطمنها عليه بطريقة غير مباشرة عشان المدير ما يعرفش انها جايه تقابله، وبيقولها تاخد بالها من نفسها لحد ما يخلص. وبتكون الامتحانات خلاص داخلة عليها وهي مش عارفة حاجة في أي حاجة، فبتعتمد في امتحانات الشهر على إنها تغش من تشانج، لكن بيطلع هو كمان مش عارف حاجة، وبيروحوا الاتنين في داهية. فمن هنا بتقول ما بدهاش بقى، ما ينفعش كده، لازم أذاكر بدل ما اطرد، وبتفضل تدح تدح، لكن ده كله من غير فايدة لأنها بتحفظ مش بتفهم. وبتكون صعبانة على يانج فبيقول لها يساعدها في المذاكرة وتروح تشجعه وهو بيتدرب على كرة السلة بدل ما هو بيتدرب كده لوحده وما بيلاقيش اللي يعبره. بعدها بيشترك لها في نشاط الرقص التابع للمدرسة من غير ما تعرف، وده علشان تتسلى وما تضغطش نفسها في المذاكرة. وبتكون سيا هي كمان مشتركة في نفس النشاط، فلما المدربة بتقول لهم يكونوا مجموعات بيقرروا يكونوا مع بعض في نفس المجموعة، وبيكون المفروض ينضم ليهم بنتين كمان لكن محدش بيوافق، وبيفضلوا يلقحوا عليهم بالكلام لأن مستواهم المادي أقل منهم، لكن المدربة بتهزقهم وبتجبر اتنين منهم ينضموا ليهم. ولأن بنتنا عمرها ما راست قبل كده على عكس سيا بتدبسها كل يوم بإنها تدربها ساعة لوحدهم بعد ما كله يمشي، ومع الوقت بيبدأ مستواها يتحسن، وبتقول لها المدربة إنها فخورة بيها. ولما سيول بتسمع سيا والباقيين بيتنمروا عليها بتمسح بكرامتهم الأرض وبتخليهم يخرسوا خالص. وللأسف لما بيروحوا يشتروا اللبس اللي هيلبسوه في الأولمبياد تشجيعا لطلاب مدرستهم المشتركين، سيول ما بتروحش وما بيعملش زملائها دول اعتبار لرأي ليان في أي حاجة بيختاروها، حتى لما بتطلب منهم يستنوا لحد ما تغير الطقم بتاعها لأن في مشكلة بيعملوا ما سمعوش حاجة وبيخلوا السواق يمشي، ففي النهاية بتضطر ترجع مشي لأن المكان ما فيهوش مواصلات. أول ما بتوصل البيت بتعرف من والدتها إن والد سيول تعب ودخل المستشفى، وعشان كده سيول ما راحتش معاها هي وباقي زملائهم وهم بيشتروا اللبس عشان كده، فبتقلق عليها لأنها عارفة إنها ما عندهاش حد غيره، وبيكون هو في الوقت ده عايز يخرج من المستشفى عشان يوفر لها الفلوس اللي هيصرفها على علاجه ويخليها لها تصرف على نفسها منها بعد وفاته. صحابه بيقولوا له ما يشيلش هم، وعشان يغيروا رأيه بيقولوا له إن الشركة اللي بيشتغل فيها هتتحمل هي المصاريف وبيقرروا يدفعوها من معاهم.
وبتقول زميلته لسيول إنها هتهتم هي بيه لأن عندها وقت فراغ كبير وما تشيلش هي هم حاجة وتركز على مدرستها ومذاكرتها. وبعد كام يوم في المدرسة وسيول وليان وباقي زمايلهم بيتدربوا على الرقصة بتاعة الأولمبياد، سيول بتقع بسبب الإرهاق والتعب بتوع الكام يوم اللي فاتوا وللأسف رجلها بتتلوي، فبتقرر المدربة إن المجموعة بتاعتها كلها ما تشاركش ويكونوا احتياطي للفرقة لو حد حصل له حاجة. لكن ليان ما بتستسلمش وبعد محاولات كتير معاها بتقدر تخليها تغير رأيها. وفي نفس الوقت ده جيانج بيجي المدرسة عشان عنده اجتماع هو وباقي أعضاء الأولمبياد، وأول ما بيشوفها وهي بترقص بيقف يتابعها بنظرات كلها حب، لكن للأسف ما بيقدرش يتكلم معاها وده لأن والدته بتكون جاية معاه. وعشان بنتنا مش سهلة برضه بتقنع واحد من صحابها قبل ما يمشي يروح يقول لوالدته إن المديرة عايزاه، وبيعمل كده فعلا وبتكون والدة جيانج هتدخل معاه، لكن بيجيلها اتصال على آخر لحظة من الشغل فبتضطر تمشي، لكنها بتسيب السواق بتاعها مع جيانج عشان تضمن انه ما يروحش كده ولا كده. ومع ذلك جيانج ما بيغلبش برضه وبيقدر يفلسع منه بعد ما بيقنعه انه جعان وهيروح يشتري حاجة ياكلها، وبيروح يقضي الكام دقيقة دول مع ليان وبتشوفهم سيف فنار الغرب بتشتغل وبتقول انها لازم تفرق بينهم بأي شكل. وفي نفس الوقت ده يانج هو كمان بيكون قاعد شايط من غيرته على ليان، لكن ليان على قد ما يقدر بيحاول يتمالك نفسه لانه ما يقدرش يجبرها على انها تكون معاه. وفي الوقت ده هو واصحابه بياخدوا بالهم بان اتنين من نمامين الفصل رايحين للمكان اللي هي وجيانج فيه، فسريع سريع بيتصلوا يعرفوها عشان تفلسع من المكان، وبتعمل كده فعلا، لكن للاسف وهم بيهربوا جيانج بيقع وبيتجرح جرح كبير في دماغه والموضوع بيكبر ووالده بيعرف. ولما بيقول له يركز على دراسته ويسيبه من الحب والكلام ده دلوقتي، بيقول له انه خلاص زهق من تحكمات والدته فيه وانها لو فضلت على الوضع ده هيبلغ عنها بسوء استخدام سلطتها ليه كمان، لان خلاص الوضع زاد عن حده. ولما ليان بترجع المدرسة وسيا بتحاول تلومها على اللي حصل له بتقول لها ما تتدخلش بينهم لانهم بيحبوا بعض، فبتسكت خالص وما بتقدرش ترد. ولما جيانج بيرجع البيت والدته بتعرف اللي حصل فبتشد معاه في الكلام، ولما والده بيدافع عنها وبيقول لها كفايه بقى تحكمات لانها طول السنين دي مش بتعمل اي حاجه غير انها بتدمره نفسيا، بتشد معاه هو كمان وبتهدد جيانج بانها هتنقله لمدرسه تانية، وبتروح تقول لوالدة ليان تبعدها عنه وان ده هيكون اخر تحذير ليهم فما يلوموش بعد كده غير نفسهم. ولما ليان بتسألها ليه بتعمل كل ده واشمعنى هي اللي بتحاول على قد ما تقدر تبعدها عنه، بتقول لها ان ده لانه من وقت ما اتعرف عليها وهو اتغير وبقى طول الوقت يعاندها ويتحدى كلامها، وبتنهي كلامها بانها لو فضلت على علاقة بيه علاقتهم كام وابن هتتدمر، فلو مش عايزة ده يحصل تبعد وتخليه يركز على المسابقات اللي داخلها. في المدرسة تاني يوم بيجي اتصال لسيول بان والدها خرج من المستشفى بدون اذن الدكتور، وبيكون عمل كده عشان يروح يشوف شغله، فبتروح تتخانق معاه وهي منهارة من خوفها عليه، وبتقوله طالما كده فهتسيب دراستها وتشتغل وتصرف هي على البيت، وبتقطع كتابها قدامه. ولما بيقول لها انه بيعمل كل ده عشان يوفر لها اكبر قدر من الفلوس لانها بنته الوحيده وعايزها تعيش مرتاحه وتكون مبسوطه، بتنهار اكتر وبتقوله ان عمرها ما هتكون مبسوطه وهو تعبان، ولو بيحبها بجد يبقى يرجع المستشفى تاني ويهتم بصحته لانها مش مستعده ابدا تخسره. وعند ليان بتقرر ما تستسلمش بخصوص تهديد والدة جيانج ليها، وبتروح تديها اكلته المفضله توصلها له، ولما بتسالها لو مش خايفه من تهديدها بتقول لها لا، وبتطلب منها تراجع نفسها بخصوص معاملتها ليه لان مفيش ام بتحب ابنها بجد بتهدده طول الوقت عشان ينفذ رغباتها. واخيرا بيقتنع والد سيول وبيقرر يرجع للمستشفى من تاني ويجيب واحدة تدير له السوبر ماركت بتاعه، فبتوقف سيول عنده وبترجع هي كمان لمدرستها، وبيكون يانج عنده مسابقة جري وبيعرف جيانج ده منها فبيقرر يروح يشجعه، وبتشوفه سيا فبتلوم انه جيب حجة خايفة عليه من والدته وان والدته عندها حق تمنعه من انه يتصاحب على ليان واصحابها لانهم شوية فشلة وهيخلوه فاشل زيهم، لكنه ما بيهتمش بكلامها ده وبيكون عارف ان هي الفتانة اللي بتقول اخباره لوالدته اول باول، فبيقول لها تروح تقول لها على اللي عمله وان خلاص ما بقاش فارق له. وبالليل بيخرج يقابل ليان وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وهم بيفتكروا ذكريات طفولتهم وبيتفقوا يخرجوا سوا تاني يوم بالليل، لكنها تاني يوم بتتصل تقوله انها مش هتقدر تخرج معاه، وده لان والد تشاو اللي بيكون منفصل عن والدته راح له وخايفة يتخانقوا سوا لان علاقتهم مش كويسه. واخر مره تشاو شاف والده ده فيها ضربه على دماغه بازازه لانه ضرب والدته، وبتعرفوا انها رايحه له مع اصحابهم فبيقرر يروح معاهم، ولحسن الحظ بتطلع كل حاجه تمام وتشاو ووالده علاقتهم اتصلحت ومقضين وقت لطيف مع بعض. تاني يوم في طريق ليال المدرسه بتتفاجئ بجيانج جاي الداهيه وباقي الشله شيلان صوف فعاملها لهم بنفسه كرمز لصداقتهم، وبيقرر يروح معاهم المدرسه النهارده لانه خلاص زهق من الاجازه اللي واخدها عشان الاولمبياد.
لكن فرحته بده ما بتكملش، وده لأن أول ما والدته بتعرف بتروح تهزقه وبتاخده وبتمشي. وبيمشي هو كمان معاه من سكات، وبيعدي كام يوم وهو على تواصل مع ليان، وفي النهاية بيفوز بالمركز الأول في المرحلة التأهيلية للأولمبياد. وأول ما بيرجع من السفر ليان بتستقبله وبتعزمه على الغدا. بعد ما بتلاحظ تعبه وبتعرف إنه ما كلش أي حاجة اليوم كله، في النهاية بتتفاجئ بيه بيقول لها إنه قرر ما يشاركش في الأولمبياد. ولما والدته بتعرف ده بتفقد أعصابها وبتضربه بالقلم. فالحد هنا خلاص ما بيقدرش يسكت أكتر من كده، وبيقول لها إن ده انتقامه منها على تحكمها في السنين دي كلها، وإن عمره ما كان هدفه يكون عالم رياضيات زي ما هي عايزة. وحتى اخوه نفسه ما كانش عايز يكون عالم رياضيات، وهي اللي كانت بتضغط عليه، وفي النهاية تسببت في انه يكتئب ويهرب منها. ولما رجعته غصب عنه عملوا حادثة وتوفى. وفي لحظة انهيار بيكون هيخلص على نفسه، لولا ان ليان بتوصل في الوقت ده وبتاخده لبيتها بعد ما بتهديه، وهناك بتلومه على اللي حاول يعمله وهي بتعالج له الجرح اللي اتصاب بيه في ايده. ولما بيسألها لو شايف انه مكبر الموضوع بتقوله بالعكس، وانها مبسوطة من انه واخد الخطوة دي، وهتشجعه على انه من النهاردة يعيش الحياة اللي هو عايزها مش اللي والدته عايزاها. وبتطلب منه يوعدها بانه ما يحاولش يأذي نفسه مرة تانية. وفي نفس الوقت ده والدته بتخرج من البيت وبتفكر في كلامه ليها وهي منهارة، واللحظة بتفقد السيطرة على أعصابها وما بتركزش في السواقة وبتعمل حادثة. لكن الحمد لله بتيجي سليمة وبتتكسر رقبتها بس مع كام كسر كمان وكام كدمة. ولما جيانج بيروح يزورها تاني يوم مدرسينه بيروحوا يشتغلوا زن على دماغه عشان يرجع للأولمبياد من تاني. ولما ليان بتشوف ده بتساعده يفلسع من المكان وبيروحوا يقعدوا سوا. ولما بيسألها لو هي كمان شايفة ان الافضل يرجع بتقوله انها شايفة انه يعمل اللي هيلاقي سعادته فيه وبلاش يهتم بكلام حد. وبيعدي كام يوم وهو عايش معاها هي واهلها في بيتهم، وبيكون عايش معاهم السعادة اللي اتحرم من انه يعيشها مع عيلته. وعلى الرغم من كل اللي حصل لوالدته الا انها ما بتستسلمش برضه، وكل ما يروح يهتم بيها في المستشفى تشتغل زن على دماغه عشان يرجع للأولمبياد من تاني. لكن هو كمان ما بيستسلمش برضه وبيفضل مصر على قراره، وبيرجع لمدرسته من تاني. وبتعرف ليان صدفة انه بيخطط يسافر يدرس في مدرسة تانية، ولما بيخرجوا يتعشوا مع اصحابهم بتنفجر عليه انه خب عليهم، وعشان مشاعرها ما تفضحهاش بتقوله انه عادي ما يفرق لهاش يسافر ولا لا، بس كان المفروض يقول لها هي واصحابه، ده له بيعتبرهم صحاب بجد. وفي النهاية بتسيب المطعم كله وبتمشي. ولما بيخرج وراها يعتذر ويقول لها ان موضوع سفر وده كان حلمه من وهو صغير، وان كانت نيته يسافر معاها، بتهدى لكنها بتقرر ما تسافرش معاه لان عندها خطط تانية. وبتقوله يسافر هو طالما هيكون مبسوط، وهي هتستناه. وبتنهي كلامها معاه بانهم يأجلوا كلام في الموضوع ده لوقت تاني لان لسه باقي وقت على ما يسافر. وبتعدي الايام وعلاقتهم ببعض بتتطور اكتر واكتر. وبتعرف هي من سيول انه بيدور على شقه يأجرها جنب بيتها عشان ينقل من بيت اهله ويخلص من والدته اللي رجعت تزن عليه من تاني عشان يبعد عنهم ويرجع للأولمبياد. فعشان تخفف عليه الضغط اللي هو فيه بتعرض عليه تاني يوم هو وباقي اصحابها يرجعوا القريه ويستعيدوا ذكرياتهم من تاني. هو بيعملوا كده فعلا وبيقضوا يوم لطيف مع بعض. ولما بتقعد هي وجيانج يتكلموا عن موضوع سفره وبيسألها لو لسه زعلانة منه بتنفي كلامه، وبتقول له يوعدها بس انه هيرجع مرة تانية واللي حصل في طفولتهم مش هيتعاد من تاني. لما بيرجعوا للمدينة بتتفاجئ بيه تاني يوم بيتصل يطلب منها تنزل تقابله تحت البيت. ولما بتنزل له بتتفاجئ بيه شاري لها هيلز وروج هدية بمناسبة عيد ميلادها ال18، لأنه للأسف مش هيكون موجود في الوقت ده. ومع إن دي حاجة بتضايقها إلا إنها بتنسى كل حاجة لمجرد إنه فكر في حاجة زي كده. وبتفضل اليوم كله تجرب في الهيلز وهي مش مصدقة نفسها من الفرحة. وبيعدي كام يوم وبتروح تودعه قبل ما يسافر عشان امتحانات القبول، وبيفضلوا طول الوقت على تواصل مع بعض لحد ما خلاص امتحاناتها بتكون على وشك انها تبدأ. فبيقللوا مكالماتهم عشان تركز في دراستها. وفي اخر يوم امتحانات لما بتروح تحتفل مع اهلها واصحابها واهلهم بيبعت لها رسالة يطمن عليها، فمن الفرحة بتفضل تتنطط لانها كانت مفتقداه وبقاله كام يوم ما بيردش على رسايلها. تاني يوم وهي بتودع المدرسة خلاص للمرة الأخيرة رئيس الفصل بيعترف لها إنه عندها مشاعر ناحيته، وكمان مستني يخلصوا دراسة ويعترف لها بده عشان ما يأثرش عليها. وطبعا هي من الصدمة ما بتنطقش، وهنا هو بيفهم إنها محرجة ترفضه، فبيقول لها إن عادي مش مجبرة تعمل حاجة مش حباها. وبيكون شاكك إن عندها مشاعر ناحية جيانج، فبيقول لها إن جيانج هو كمان بيحبها وإنه واثق بإنه أول ما يرجع من السفر هتكون هي أول حد يروح يقابلها. وبيتمنى لها حياة سعيدة معاه بعد ما بيوعدها بإنه مش هيضايقها مرة تانية بخصوص مشاعره ناحيتها. وبيعدي أيام وأسابيع وجيانج مش بيتواصل معاها ولا حتى بيرد على رسايلها، لحد ما في يوم بتشوفه صدفة هو خارج من بيته مع شنطة سفر، فبتلومه إنه رجع ومعرفهاش وبتكون فاكرة إنه مسافر تاني. فبتتضايق لأنه كان هيعمل كده من غير ما حتى يودعها، لكن بكلمتين بيقدر يهديها
هو بيعرفها انه اصلا شاف فكرة انه يدرس في مدينة تانية من دماغه، وان هو يدخل جامعة هنا عشان يقدر يكون معاها. فهنا بقى بتنسى كل زعلها منه وبتتشجع لأول مرة وبتتقرب منه تعبر له عن مشاعرها ناحيته. بعدها بتاخده معاها لبيتها عشان يتعشوا مع أهلها، لكن أول ما بيوصلوا بيقولها تدخل هي وخمسة وهيجي عشان نسي شنطة سفر قدام الباب. فبتسمع الكلام وهي مش مصدقة نفسها من الفرحة، لكن بتعدي ساعة في التانية وما بيجيش، ولما بتتصل وبتلاقي التليفون مقفول بتفهم انه خدعها وسافر. فبتخرج تجري في الشارع وهي منهارة على امل تلاقي، لكن من غير فايدة. بعد كام يوم بنشوفها وهي واصحابها واهلهم بيحتفلوا بمناسبة دخولهم للجامعة، وانهم خلاص هينقلوا للسكن الجامعي. وعلى قد ما ليان بتكون حزينة الا انها بتحاول تخلي ده على قد ما تقدر، بس برضه عيونها بتكون فضاحة. وبتكون سيول عارفة اللي فيها، فبتقولها تنسبها وتبدأ حياة جديدة وتدي فرصة لنفسها تتعرف على شباب تانيين، لأنه مش آخر شاب يعني في الدنيا. لكن الموضوع ما بيكونش سهل أوي كده بالنسبة لها، وده لأنها بتكون عايشة على أمل إن جيانج هيرجع. تاني يوم بتنقل للسكن، وعلى الرغم من انها ما بتكونش عارفة تتأقلم وبتكون مفتقدة والدها ووالدتها، لان دي اول مرة تكون بعيد عنهم، الا انهم لما بيتصلوا عشان يطمنوا عليها بتكذب وبتقولهم ان كل حاجة تمام، وانها اتصاحبت على البنات اللي معاه في الأوضة ولطاف خالص. بالليل بيحاول البنات دول يخوفوها عن طريق انهم يحكوا لبعض قصص رعب، وبتكون هي فاهمة اللي فيها، فبتقلب الترابيزة عليهم وبتحكي لهم هي قصة بتخليهم يلفوا حوالين نفسهم. وفي النهاية بتدبسها قايلة واحدة منهم بإنها تنام معاه في سريرها من الرعب اللي هي فيه. ومع الوقت بيتصاحبوا على بعض قوي، لدرجة إن ليان بتحكي لها عن جيانج وإنه حبها الأول. وبتعدي الأيام ومفيش أي أخبار عنه، وعلى الرغم من حب يانج صاحبها ليها إلا إنه بيقرر يساعدها تلاقيه عشان صعبان عليه، وبيقول لها إنه هيقول لوالده بما إنه شغال مع والد جيانج يجيب له رقمه منه لو كان غيره، عشان كده قافل القديم. وبتشوفهم قايلة مع بعض، فبتفتكر ان ده حبيب ليان اللي كلمتها عنه، وبتقول لها لا عرفت تختار صح. وجارية بتاخدها للسكن وبتقعد هي وباقي اصحابهم يزنوا عليها عشان تقول اتعرفت عليه فين. فبتوضح لهم انهم فاهمين غلط وان ده صديقها مش الشاب اللي بتحبه، وبتقعد تحكي لهم قصتها مع جيانج من اول مرة تقابلوا فيها وهم اطفال لحد ما خدعها وسافر. تاني يوم وهي رايحة الجامعة بيجي شاب زميلها يعترف لها انه معجب بيها، لكنها بتفلسع منه. بعدها تليفون جيانج بيتفتح، ولما بتتصل عليه والدته هي اللي بترد وبتقول لها انه خلاص ما بقاش عايزها، فتنساه وتعيش حياتها. وبتقفل معاها بعد ما بتطلب منها ما تتصلش عليه مرة تانية. لكن ليان برضه ما بتستسلمش وبتقرر انها تدور عليه لحد ما توصل لمكانه، وبتشجعها على ده تشتري زميلتها في السكن، وبتجيب لها شغل كمدرسة خصوصية لطفل عشان تقدر تجمع فلوس تستخدمها في السفر بعد التخرج وهي بتدور عليه. تاني يوم بتفاجئها سيول اللي بتكون بتدرس في جامعة تانية، وبتيجي تقابلها وبيقضوا يوم لطيف مع بعض. بعدها ليان بتتفاجئ بيانج بيتصل يطلب منها يتقابلوا، ولما بتروح له بيديها تورته على شكل أرنب هدية، وبيكون جاي أصلا عشان يكون يقول لها إنه عرف مكان جيانج، لكن بيتراجع على آخر لحظة وبيودعها وبيمشي بعد ما بيفتكر كلام سيول عن إنه ما يقولهاش. لربما جيانج يرفض يرجع لها بعد ما تسافر له، وفي الآخر ما يكونش عملوا حاجة غير إنهم فتحوا جرح الماضي، وده لأنهم فاكرينها خلاص نسيته وتخطت حبها ليه. وبالليل وهي قاعدة مع سيول أول ما بتجيب لها سيرته، سيول بتتعفرت لما بتعرف إنها لسه بتحبه، وبتقول لها انه التاني ما يستاهلش حبها، لان مفيش حد بيحب بجد بيسيب حبيبته كده من غير ما يقول لها اي حاجه، ويفضل سنتين من غير ما حتى يطمنها عليه. وعلى الرغم من ان كلامها صح، الا ان ليان ما بتكونش قادره تعمل بيه لان قلبها هو المتحكم فيها. وبنعرف ان سيول كذبت عليها لما قالت لها انها ارتبطت، وده لانها ما ارتبطتش ولا حاجه، بسبب ان قلبها لسه متعلق بيانج اللي مش دريان بحاجه. وبالصدفة بتتقابل مع شاب اسمه سونج، وبيكون ملاحظ زعلها فبيقعد يواسيها. وهنا بقى هي ما بتصدق تلاقي حد يتكلموا عن حياتها، فبتحكي له قصتها وازاي اللي معجبة بمعجب بصاحبتها، وصاحبتها معجبة بواحد تاني، والتاني ده فكس لها وسافر من غير ما يقول لها. بعدها بتودعه وبتمشي، وفي النهاية بيطلع زميل يانج في السكن، لكن لان سونج ده ما يعرفش انها تعرف يانج، فالحمد لله ما بيقولش ليانج حاجة غير انه قابل بنت جمال النهارده خطفت قلبه من النظرة الاولى. وفي النهاية بيسافر يانج لجيانج اللي بيطلع انه ساب اهله وجامعته بقى بيشتغل اي شغل يقدر يصرف منه على نفسه، وده كان سبب انه بعد عن ليان، وده لانه مش حابب انها تعاني معاه وهو ما حلتوش حاجة. ولما بيقول الكلمتين دول ليانج بيهزقه وبيقول له ان ده ابدا مش مبرر لانه يتخلى عنها بالشكل ده، وبيحكي له المعاناة اللي فضلت عايشاها السنتين اللي عدوا، وازاي بتحوش فلوس عشان تسافر تدور عليه. وبينهي كلامه معاه بما ان طالما هو جبان ومش هيقدر يكون معاها،
فهيسرقها منه، أول ما يرجع من السفر هيعترف لها بإن عنده مشاعر ناحيتها. وبسبب كلامه ده جيانج بيحس بالعجز لأول مرة، ومن خوف إنه يخسرها بينهار. بينما يانج أول ما بيرجع المدينة بيروح يقابل ليان، لكن ما بيعترف لهاش بمشاعره زي ما قال، بالعكس بيعرفها بعنوان جيانج وبيديها فلوس من معاه عشان تكمل فلوس تذكرة السفر وتقدر تروح له. وهي كمان ما بتصدق، تاني يوم من صباحات ربنا بتجمع حاجتها وبتسافر، وبتفضل واقفة قدام المبنى اللي جيانج ساكن فيه لحد ما صاحب المبنى بيشوفها وبيعرف انها جاياله، فبتصعب عليه وبيفتح لها اوضته تقعد تستناه هناك لحد ما يرجع من شغله. واول ما هي بتدخل بتتفاجئ بيه محتفظ بكل صورهم وذكرياتهم، فبتتاكد ان هو كمان لسه بيحبها وبيكابر. فعشان كده اول ما بيرجع وبيطلب منها ما تدمرش حياتها بانها تكون معاه وترجع لمدينتها من تاني، بتحضنه وهي بتقوله انها استحالة يمشي، خصوصا بعد ما لقيته وعرفت ان هو كمان عنده ناحيتها نفس مشاعرها. وبيكون خلاص هيضعف قدام عيونها كالعادة، لكن بيتمالك نفسه وبيخرج قبل ما يتهور. ولما بيشوف مالك المبنى اللي بيكون متصاحب عليه بيعرف انه هيروح يبات النهارده في الشغل، وبيطلب منه الصبح يبقى ياخد لها فطار ويزن عليها عشان تمشي. وبيعمل كده فعلا، لكن ليان بترفض تمشي وبتفضل هي تزن على ملك المبنى لحد ما بيوافق ياخدها لمكان شغله. واول ما بيوصله جيانج بيشوفها بيتهرب منها وبيفضل يجري وهي تجري وراه لحد ما بتتعب وبتفقد وعيها، فبيستسلم اخيرا وبياخدها للمستشفى. ولما هي بتفوق بتفضل لازقه فيه بسبب خوفها من انه يسيبها ويمشي من تاني، وبتفضل تزن عليه لحد ما بياخدها وبيرجع السكن بتاعه لانها ما بتحبش المستشفيات. وهناك هو بيفضل يهتم بيها لحد ما بتتحسن، لكن لما بتطلب منه يحكي لها ايه اللي حصل في السنتين دول خلاه يوصل للحال ده بيرفض يتكلم وبيتهرب منها بانهم يناموا النهارده ويبقوا يتكلموا في وقت تاني. لما بيصحوا بتحاول تاني ترجع علاقتهم زي زمان، بيكون مأحب على قلبه من ان ده يحصل، لكن بيعاني ده قلبه وبيخرج من الأوضة كلها، وده لأنه مش حابب انها تعاني معاه. وهنا هي خلاص بتجيب اخرها، فبتخرج تقول له انها خلاص زهقت من ان هي دايما الطرف اللي بيحاول عشان العلاقة تستمر، وانها من النهارده خلاص هتتخطاه وهتروح تعيش حياتها زي باقي البنات اللي في سنها، وتحب وتتحب من واحد ما يكونش جبان زيه. وبتروح تجمع حاجتها وبتسيبه وبتمشي، لكن مفيش كام دقيقة وبترجع تاني، فالضحكة بتملى وشه وجاري بيروح يعتذر لها وبيطلب منها تكون حبيبته رسمي، لأنه دلوقتي أدرك إنه ما يقدرش يشوفها مع غيره. وعشان قلبها حنين بتسامحه وبيخرجوا يقضوا اليوم وهما مستمتعين بكل لحظة. وفي النهاية بيعرفها انه لما قرر يسافر يدرس في مدينة تانية شركة اهله فلست ووالده ووالدته انفصلوا، وكان ابن عمه ناوي يتكلف هو بمصاريف دراسته عن طريق فلوس كان محوشها، لكن لسوء الحظ ابن عمه ده عمل حادثة والفلوس اتصرفت على علاجه. ومن بعد الحادثة هو مبقاش يقدر يمشي، فتخلى عن حلمه وبدأ يشتغل عشان يصرف عليه هو وعيلته ويرد لهم كل الجمال اللي عملوها معاه. وبيفضلوا يحكوا لبعض عملوا ايه في السنين دي كلها لحد ما النهار بيطلع عليهم وبيتفرجوا على شروق الشمس. بعدها بيروحوا ياخدوا جولة في المدينة لحد ما مرات ابن عم جيانج بتتصل تقول له انه خرج من المستشفى ومش لاقياه، فبيروحوا يدوروا معاها عليه لحد ما في النهاية بيلاقوه في البيت، وبيكون منهار بعد ما عرف ان زوجته اضطرت تبيع الشقة بتاعتهم وتشتري بيت بسيط عشان مصاريف علاجه، وبيتمنى لو كان مات بدل ما يحط العيلة في وضع زي ده. لكن مراته بتقدر تهديه وبتقوله ان الفلوس مش اهم من وجوده في حياتهم، وانها متأكدة انه هيرجع يمشي احسن من الاول وهيعوضهم عن كل اللي مروا بيه. وفي النهاية بيرجع المستشفى وبتروح ليان تزوره تاني يوم، فبيتبسط جدا من وجودها وبيقول لها ان جيانج كان طول الوقت بيكلموا عنها. بالليل مراته بتعزمها على عشاء هي وجيانج، وبتكون حبها جدا لانها بتفكرها بيها في شبابها، وبيقضوا كلهم وقت لطيف مع بعض. وبتكسب ليان ورقة ينصيب، فبتشتري لها هدايا هي وجوزها وعم جيانج ومراته، وبتروح تاني يوم تسهر معاهم. وهنا ابن عم جيانج بيعرفه انه كان ليه فلوس عند صديق ليه ورجعها له، فالدنيا حاليا معاهم تمام، وبيشجعه على انه يرجع يكمل دراسته وهيتكفل هو بالمصاريف. وبتشجعه ليان هي كمان على ده، وبتقوله انها هتفضل مستنياه لحد ما يخلص. بعدها بيروحوا يتسوقوا سوا عشان بيكون حابب يطبخ لها بنفسه قبل ما تسافر لجامعتها. ولما بيرجعوا السكن بيقفوا يساعدوا بعض لحد ما صاحب المبنى بيطب عليها زي القضا المستعجل، وبيفضل لازق لهم لحد ما بيتعشى معاهم تاني يوم بيودعوا بعض، وبترجع لسكن جامعتها وبتعدي الايام، لكن بيفضلوا على تواصل مع بعض. وبعد كذا سنة بنشوفهم عايشين مع بعض، وبنعرف ان الفترة اللي فاتت جيانج قدر يكمل دراسته وحاليا شغال في واحدة من اكبر الشركات في الدولة. وليان بقت مدرسة وبتكون محبوبة جدا من طلابها اللي بيكونوا لسه في المرحلة الابتدائية. وبنشوفها هي وجيانج وهم خارجين مع اصحابهم، وبيكونوا كلهم لسه على تواصل مع بعض، وبيقرروا يروحوا يقضوا يوم في القرية يسترجعوا بيها ذكريات طفولتهم. وهناك بنعرف ان سيول ويانج اخيرا ارتبطوا.
المهم ان بعد كام يوم ليان بتعرف ان الشركة اللي جيانج بيشتغل فيها اتحجز عليها بسبب الشغل الغير قانوني، فبترجع البيت وهي مرعوبة من انه يكون متورط في ده، لكن بيطمنها وبيقول لها انه استقال من كام يوم بعد ما عرف بمصايب الشركة، فمالوش دعوة باللي بيحصل. وفي الوقت ده بيفاجئها وبيعرض عليها يتجوزوا، فبتوافق وهي مبسوطة. وسريع سريع بيروحوا يعرفوا اهلهم اللي هم كمان بيبقوا مبسوطين ليهم وبيتمنوا لهم حياة سعيدة سوا. وفي النهاية بيتجوزوا اخيرا وبيعيشوا حياة سعيدة مع بعض. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا. سلام.